السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، انا النهارده عملت الكبده بتاعه الفراخ اللي احنا كنا مربينهم سوا ودبحناهم سوا، وهنعمل ان شاء الله النهارده الكبده سوا يا حبايب قلبي. طبعا عملت الكبده وعملت بطاطس مقليه وسخنت عيش ابيض وحاجه كده، بصوا فخر من الاخر. تعالوا بقى شوف انا عملت الكبده بتاعه الفراخ ازاي. معظم الناس تقول الكبده بتاعه الفراخ وكده او بتاعه البط بتبقى زفره او كده، لا طبعا احنا الكبده هنعملها النهارده ومش هيكون فيها زفاره خالص خالص خالص. تعالوا بقى هتشوفوا معايا الطريقه، ويا ريتكم تجربوا طريقتي وان شاء الله هتعجبكم بامر الله، ومش هتلاقوا فيها اي زفره خالص. ماشي يا حبايب قلبي، اول هام انا حطيت الكبده وحطيت عليها فلفل اسمر، لا مش حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون وحطيت ليمون. ماشي، ونقعتها كده يجي نص ساعه، وبعدين رحت غسلها بميه سخنه من الكتل زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. غسلتها مرتين بميه سخنه من الكتل. ماشي، ورحت حطاها في الحله من غير ما احط زيت ولا احط اي حاجه خالص. ماشي يا حبايب قلبي اهو، لغايه لما نزلت الميه بتاعتها دي. الميه بتاعتها دي لازم نرميها، لازم ولا بد لازم نرميها. الميه دي يا حبايب قلبي هي اللي بتعمل الزفاره، عشان تبقوا عارفين. فاحنا بصوا هنشيل الميه دي منها خالص 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 اهو. معجل ما تلاقي الكبده عملت ميه كده، روحي ايه الصوص اللي هي عملته ده، روحي رميه على طول، مش تخليه بالذات في الكبده بتاعت الفراخ او البط. ماشي يا حبايب قلبي. فسامحوني يا حبايب قلبي، لان زوري تعبني خالص اقسم بالله، عندي دور برد وكده فزوري تعبني. ماشي، حطينا شويه زيت على الكبده اهو زي ما انتوا شايفين، وهنحط البصل والثوم بتاعنا ده البصل، وحاطه كمان فصين توم، وادي الفلفل الرومي والفلفل الحر. الفلفل الحر حسب الرغبه، لو انت حابه ان انت تحطي فلفل حر عادي حطي، مش حابه فديت اختياري مش اجباري. ماشي، وهنحط دي جنزبيل، ودي توابل لحمه، وايه تاني يا ام فرح، وهنحط شويه جرفه، اي توابل حداكي حطيها عادي. وهتحطي ايه تاني، هنحط حبهان اه، ده حبهان يا حبايب قلبي. انا بعمل ايه كده مش عارفه صراحه. ده حبهان اهو. وده الكيس كان اخر شويه فلفل اسمر بعتت كريم جاب فلفل اسمر، بقت شويه فلفل اسمر جد الحسره ب10 جنيه، ربنا يلطف بعباد. وادي الملح اهو. ونقلب بقى ايه خلطه بيضه كله في بعضه. بسم الله عليك يا فروح. وادي اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، كان ريحتها جايبه من اخر الدنيا، واقسم بالله ما كان فيها زفره ولا فيها اي حاجه خالص. وطبعا انا مقطعه طماطم، الطماطم ده هحطها في الاخر كده لما تجرب تستوي. هي ما خدتش مني نار لان الفراخ اصلا يعني فراخ جاهله وكده، فالكبده بتاعتهم ما خدتش نار ولا الجناصه ولا كده. وادي الميه اللي طلعناها من الكبده، طبعا هنروح ايه نتخلص منها نرميها. وادي الطاسة بتاعتنا العظيمة اللي في كل بيت. هنحط الزيت ماشي، وهنحط الايه البطاطس، هنسيب الزيت يسخن كده ونطمن على الكبدة بتاعتنا. وبعدين هنحط البطاطس، الزيت سخن اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى البطاطس، حطينا البطاطس اهو يا حبايب قلبي. كانت لقمة جميلة 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 والله العظيم اقسم بالله. وكان الكبدة طعمها جميل. طبعا الكبدة خلاص جربت تستوي، فرحت حاطة الطماطم. ماشي يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين شكلها حاجة كده ايه فاخر من الاخر. حاجة بصوا تسلم ايدك يا ام فرح. اولا يا حبايب قلبي لو وصلتوا معايا في الفيديو لغاية هنا يا ريت وما حطيتوش اللايك، فيا ريت فضلا وليس امرا تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، وتشتركوا في القناة. ربنا مش يحرمني منكم ابدا يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا البطاطس المقلية المجرمشة بتاعتنا
طلعناها اهو زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى ايه، هنحط الملح. ماشي، الاول هنحط الطاسه في الفرن. ماشي، بعدين هنحط الملح على البطاطس. هتحط ايه تاني يا ام فرح؟ هنحط شويه الفلفل الاسمر بس، مش هحط كمون لان الكمون خلصته في غسيل الكبده. وادي العيش. طبعا يا حبايب قلبي نسيت اقول لكم، وانت بتغسلي الكبده يعني، وانت لما تحط الكمون وتحط الليمون وكده على الكبده، تحطها في مصفى، مش تحطها في حله، تحطها في مصفى. هي هتصفي بقى الدم بتاعها وهتصفي كل حاجه. ماشي، وبعدين تروحي غسلها بقى من الحنفيه، وبعدين تروحي غسلها بميه سخنه بس. يعني عشان الناس اللي ما خدتش بالها، فانا باكد عليكم الكلام تاني يعني. والله العظيم هتدعولي، اقسم بالله مش عايزه منكم غير ان انتوا تدعولي. وطبعا الكبده بتاعتنا استوت اهيت. يا سلام يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، اقسم بالله كان الريحه، بصوا مش ضربه في الشقه، الريحه كان ضربه في العماره كلها، مش ضربه في الشقه. صراحه كده حاجه كده يعني، زي ما انتوا شايفين يعني، هي الكبده بتتكلم على نفسها يعني. شايفين المنظر والجمال والحلويات؟ لا لا لا، انا استاهل اللايك والله يا حبايبي، والله استاهل اللايك، مش تستخسروا فيا اللايك يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا بقى بصوا مع العيش الابيض، ما اقول لكوش ابو كريم قال لي ما طبختش عليها مكرونه ليه، بس صراحه انا بحب الكبده في العيش يعني، مع العيش احسن من المكرونه، عشان تبقوا عارفين. انا جات لي عقده من المكرونه، مش عارفه، ما عدتش بحب المكرونه جت كده واهو. ويلا يا حبايب قلبي، وصلنا لاخر الفيديو، اشوف وشكم على خير ومع الف سلامه، يلا باي.